السلام عليكم. النهارده هنتكلم في اخبار جديده واخبار حصريه. تمام، الاخبار بتاعت النهارده ديت هي كارثه بكل المقاييس. طبعا اللي شاف الفيديو اللي فات هيفهم كويس جدا على الفيديو ده انا هقول ايه في التفاصيل كلها، بس مبدئيا هنبدا نديك شويه عناوين، هتسمع العناوين ديت وهنبدا نفسرها واحده واحده مع بعض. بس لازم تبقى فاهم ان في كارثه حصلت فعلا في رفح، والكارثه ديت محدش يعني ما سمعتش زي الكوارث اللي حصلت قبل كده. تمام، زي ضرب خيام النازحين والكلام اللي فات ده كله. في مدرسه تبع الأونروا موجوده في رفح انضربت من قبل الجيش الاسرائيلي. تمام، حتى الان الاصابات اللي موجوده حوالي من 70 ل 80 شخص، والوفيات حتى الان فوق ال 45 وال 50 شخص. فطبعا ديت كارثه بكل المقاييس. اما انت تضرب مدرسه فيهم ناس مدنيين مش حاملين سلاح ولا حاملين اي حاجه، وتضرب مدرسه فيها اطفال وفيها ناس كبار وفيها شباب قاعدين لا في ايديهم حاجه ولا يملكوا اي شيء ان هم يدافعوا بيه عن نفسهم، فديت بصراحه كارثه بكل المقاييس. معنا في عنوان تاني من الاخبار عجبتني النهارده. اسبانيا انضمت لقضيه جنوب افريقيا اللي رفعها ضد اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه. دي حاجه كويسه جدا. اسرائيل طبعا عماله تقول ان في انفاق في محور فيلادلفيا، وان احنا دخلنا المحور وطلعنا فوق ال 20 نفق. تم اكتشاف 20 نفق وما بيدخلهم من صواريخ وقنابل صوتيه وقنابل. كل الكلام ده طبعا غير صحيح تماما، بس كل ده هنتكلم عن تفاصيله دلوقتي. طبعا هنديكم التفاصيل كلها، بس نطلعوا الفاصل ده ونرجع لبعض ان شاء الله ونكمل التفاصيل في الاخبار كلها. بسم الله. مدرسة تابعة للأونروا موجود فيها أكثر من 4000 شخص. تمام، الأشخاص اللي موجودين زي ما قلنا مدنيين. تمام، لا حول لهم ولا قوة. طبعا الجيش الإسرائيلي ضرب المدرسة ديت. تمام، وتم إصابة أكثر من 70 شخص وتم عقل أكثر من 45 شخص. فدي طبعا كارثة من ضمن الكوارث ومحدش سمع عنها ولا حد، يعني قليل جدا اما الخبر ده حد سمعه من اللي بيسمعوني دلوقتي. تمام كده. الخبر الثاني عندك اسبانيا طبعا بعد ما تم اعتراف الدولة الفلسطينية من دولة اسبانيا. تمام، الموضوع طبعا عمل قلق في اسرائيل. تمام، فطبعا هي بدأت تزود التارجت بتاعها ان هي تبدأ عملت انضمام للقضية اللي رفعها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل. طبعا حاجة ايجابية جدا. تمام، وحاجة إن شاء الله بإذن الله تعمل تأثير على المدى القريب، عشان خاطر الموضوع فعلا زاد عن حده وبقت كارثة في غزة دلوقتي. طبعا إسرائيل بعد ما دخلت محور فيلادلفيا قالت لك إحنا بقى دخلنا المحور بتاع فيلادلفيا ده ولقينا جواه 20 نفق تابعة لحماس. تمام، بعد أنت ما لقيت ال 20 نفق دول، طب تصور على الأقل نفق منهم حسسني إن أنت لقيت حاجة، لكن مش تقول أنا لقيت 20 نفق وفي نفس ذات الوقت لا صورت ولا أثبت ولا عملت اتصالات مع مصر ولا قلت لمصر هو الانفاق اهيت اللي انا كنت داخل، حتى يعني تبقى اتصالات سياسيه اهو دي انفاق اهيت. لو انت مش عايز يعني تبين للناس انجازاتك، تبين للدوله المجاوره اللي ما كانتش عايزاك تدخل تقول لها انا لقيت انفاق. فطبعا الكلام ده ما حصلش، فده يبين لك ان لا وجود لانفاق فعلا في فيلادلفيا، وان الكلام ده كله زي اي كلام هم كانوا بيقولوه قبل كده، لا بيقدم ولا بيأخر. طبعا القسامة اعلنت ان هي عملت عمليه انزال خلف خطوط العدو في رفح في جنوب رفح. العمليه اللي عملتها ديت هي قومت مقر لقياده العدو في رفح. تمام، طبعا عملوا اصابات. تمام، واكيد في ناس اتقتلت، بس طبعا اسرائيل ما اعلنتش عن الامر ده تماما. لكن الخبر دلوقتي هوريه لك هو ان عملت عمليه انزال خلف خطوط العدو ودخلت مقر لقياده العدو موجود في رفح. تمام، وفي اصابات جامده حصلت فيه، واكيد في مقتل ناس، بس لحد الان الموضوع ده ما فيش اخبار اتكلمت عنه غير سكاي نيوز العربي. طبعا الجبهه الشماليه دلوقتي لبنان وحزب الله بدا ان هو يزود المعدل بتاع الضرب
بطريقه جامده جدا، وده المطلوب. على الاقل خالص لو العيار اللي ما بيصيبش على الاقل يدوش. وفي نفس ذات الوقت الموضوع دلوقتي يبقى فيه تشتت. لو اسرائيل فضلت فيها تشتت بين الجنوب في غزه وما بين الشمال مع لبنان، الدنيا على الاقل هتهدى شويه. ده غير الضغوطات السياسيه والضغوطات الاقتصاديه اللي عندها. انت عندك دلوقتي اسرائيل في ضغط اقتصادي عمرها ما مرت بيه قبل كده تماما. ده غير المظاهرات اللي حاصله هناك في تل ابيب وغير وغير وغير. انت عندك دلوقتي الاقتصاد مضروب والسياسه عندهم مضروبه، الحكومه نفسها بتضرب في بعضها. فده كله كويس وفي صالحنا ان الامر يبقى فيه تشتت من ناحيتين. عشان ما اطولش عليك، انا في خبر النهارده قريته على سكاي نيوز العربيه هعرضه لك برده دلوقتي. الخبر ده لو حد شاف الفيديو اللي فات زي ما قلت هيفهم انا بقول ايه. بايدن بعد ما طلع قال المقترح بتاع الهدنه، وقال لك الهدنه ديت عباره عن 3 مراحل. تمام، ركز معايا. طيب ال3 مراحل اللي هو قالهم والهدنه اللي هو قالها، لو حد رجع الفيديو بتاعي او راجع شاف بايدن وهو بيتكلم في اللقاء، قال ان المقترح ده اللي مقدماه اسرائيل. تمام، انا بس عشان اثبت لك الفيديو اللي فات لما قلت لك ان الموضوع بتاع الهدنه والكلام اللي هم بيتكلموا فيه، وده وزير الخارجيه هيسافر هنا عشان خاطر يقعد مع قطر، وعشان خاطر يقعد مع مصر عشان يضغطوا على حماس والكلام ده كله، كل ده تضييع وقت. انا عايز دماغك بس تفهم اللي انا بتكلم فيه. كل اللي بيحصل ده نظام تضييع وقت عشان يوم عن يوم يبدا اسرائيل تستغل الامور ديت انها تضرب هنا 500 في 1000 في 500 في 1000. الموضوع يزداد في ان هو ما يقتلوا مدنيين، لكن الموضوع ده ما فيهوش اي اساس من الصحه. فعشان ما اطولش عليك، بايدن قال في اللقاء ان ده مقترح اسرائيلي اللي هو ايه؟ الهدنه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. طيب الفيديو اللي فات اما احنا اتكلمنا عن الهدنه وقلنا ان ده مقترح اسرائيلي من كلام بايدن في اللقاء. النهارده على سكاي نيوز العربيه مسؤول امريكي طلع قال ان الرئيس بايدن تعمد اعلان مقترح وقف اطلاق النار في قطاع غزه دون الحصول على موافقه نتنياهو. تمام كده؟ يعني هو نتنياهو اصلا ما وافقش، مش نتنياهو اللي مطلعين المقترح من عندهم، ده هو امريكا هي اللي عملت المقترح ده ونتنياهو ما وافقش. اكبر دليل برضه لو شفت الفيديو اللي فات ان نتنياهو رد على المقترح ده بعد 4 ايام وقال احنا مكملين في غزه ومكملين في رفح لغايه ما نحقق اهدافنا، وهي تدمير كتائب القسام او تدمير حماس. فده انت بتقول حاجه من هنا وهو من الناحيه الثانيه بيقول لك هو مش هيوقف ضرب، لان هو لو وقف ضرب هو عارف ان اول واحد هيتحبس هو نتنياهو والحكومه كلها. فهو بالنسبه له الحرب لما تفضل ماشيه ده في صالحه. يعني انت لازم تبقى فاهم ان ده في صالحه. كل ما يقتل هو ما يفتح جبهه مع الشمال مع لبنان، ويفتح جبهه مع مصر، ويفتح جبهه مع غزه، هو كده كل ما الموضوع مطول هو عايز كده. اتمنى الفيديو يكون عجبك، اتمنى ان الناس كلها تبقى فاهمه اللي بيحصل ايه، وان الكلام اللي بيحصل كله من جميع الدول بالنسبه لامريكا بالذات كل ده نظام تضييع وقت عشان اسرائيل بس تبدا ان هي تدمر كل يوم عن يوم وتقتل كل يوم عن يوم. ومجرد ان هي بتقول كلام فالدول اللي حواليها تهدى شويه ان هي امريكا هتبدا تاخد خطوه، هوب 4-5 ايام والخطوه تبوظ زي ما حصل من 7 شهور. كل شهر ولا كل 20 يوم كان يطلع بمقترح والموضوع كله يبوظ. تمام كده؟ فده كله سيناريو محطوط، نظام تضييع وقت، مماطله في الحرب فقط لا غير. اتمنى يكون الفيديو يكون عجبك، واتمنى الدعم منكم بلايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيعجبك اكتر. ويا رب النصره لاهل غزه يا رب، وباذن الله هتابعكم الاخبار اول باول وهبعت لكم التفاصيل اول باول عشان الكل يبقى فاهم كويس جدا ايه اللي بيحصل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.